أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تحليلنا لهذه المباراة المثيرة بين ريال مدريد وأتلانتا، مباراة مليئة باللحظات التي لا تنسى. لنبدأ بتحليل الشوط الأول المليء بالأحداث والتغيرات والمشاعر. الأداء الفردي. أولاً، نجم هذا الشوط كان إبراهيم دياز. لقد قدم أداءً استثنائياً، حيث مر تمريرات دقيقة زعزعت دفاع أتلانتا. كجسر بين خط الوسط والهجوم، كان إبراهيم هو اللاعب الأكثر انسجاماً مع رؤية أنشيلوتي التكتيكية. ومع ذلك، تلقى ريال مدريد ضربة موجعة بإصابة كيليان مبابي بعد وقت قصير من افتتاح التسجيل. كان غيابه نكسة كبيرة، حيث حرم مدريد من سلاح هجومي رئيسي. من جانبه، بدأ فينيسيوس جونيور بعيداً عن مستواه المعهود، ولا يزال في مرحلة التعافي بعد إصابته. ومع ذلك، كانت قدرته على تغيير مجرى المباراة في أي لحظة واضحة. في خط الوسط الدفاعي، أظهر أوريلين تشواميني سيطرة جوية قوية، حيث اعترض الكرات العالية بفعالية. لسوء الحظ، أدى خطأ حاسم منه إلى ركلة جزاء لأتلانتا معادلا النتيجة. كان دعم خط الوسط متذبذبا، ساهم فيدريكو فالفيردي وداني سيبايوس دفاعيا، بينما تألق جود بيلينغهام في الهجوم. على الرغم من ذلك، واجه الفريق صعوبة في إيجاد التوازن المناسب في قلب الملعب. على الأطراف، واجه فران غارسيا ولوكاس فاسكيز صعوبات، مما سمح بتمريرات جانبية خطيرة استغلها أتلانتا لخلق فرص متعددة. الأداء الجماعي. اعتمد ريال مدريد على تشكيل فاراني، مفضلا الاستحواذ على الكرة في الدفاع لجذب لاعبي أتلانتا إلى الأمام قبل شن هجمات مرتدة سريعة. ومع ذلك، اصطدمت هذه الاستراتيجية بالضغط العالي وخط الدفاع المتقدم لأتلانتا. هاجم الفريق الإيطالي بفعالية على الأطراف، مستخدما عرضيات دقيقة داخل منطقة الجزاء، مما شكل خطورا مستمرة على مرمى تيبو كورتوا. بدأ ريال مدريد الشوط الثاني بنشاط متجدد، عازما على استعادة أمجاده في دوري أبطال أوروبا. قاد فينيسيوس جونيور الهجوم، مبددا الشكوك حول لياقته البدنية بتسجيله الهدف الثاني لريال مدريد بأناقة، مما أعاد الأمل للجماهير. جاء الهدف الثالث من جود بيلينغهام، مستغلا تمريرة الطويلة دقيقة من كورتوا. أظهرت التمريرة الحاسمة براعة كورتوا، مؤكدة أنه أكثر من مجرد حارس مرمى عند الحاجة. ومع ذلك، رفض أتلانتا الاستسلام. استهدفوا الجهة اليسرى المعرضة للخطر في ريال مدريد، حيث عانى لوكاس فاسكيز دفاعيا. أثمر هذا الجهد عندما سجل أديمولا لوكمان هدفا رائعا ليقلص الفارق إلى 3-0، مما أدخل التوتر في المباراة مرة أخرى. رد ريال مدريد. هدف اللوكمان أثار كبرياء ريال مدريد. أظهر الفريق عقلية الأبطال، حيث استعاد السيطرة وحافظوا على تقدمه حتى صافرة النهاية. يحافظ الفوز على آمال ريال مدريد في التأهل للمرحلة التالية، مما يعزز سمعته كفريق يزدهر في اللحظات الحاسمة. أظهرت هذه المباراة صلابة ريال مدريد، ولكنها سلطت الضوء أيضا على نقاط للتحسين. في حين أن التألق الفردي مثل تألق إبراهيم دياز وفينيسيوس الذي يتعافى كان ملحوظا، إلا أن نقاط الضعف على الأطراف والأخطاء العرضية في خط الوسط لا تزال مثيرة للقلق. شكرا لكم على متابعتنا، ونترككم مع أبرز أحداث أمسية أخرى آسرة من دوري أبطال أوروبا. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك. إلى اللقاء.